اذا رسميا من عرب افريقيا كما كقسمونا في ذاك اسيا، بقى المنتخب المغربي. يعني المنتخب المغربي هو اللي باقي في هذه البطوله ديال كاس العالم. البطل اللي هو الجزائر خرج هاد العشيه على يد الامارات. اللي ما فهمتش انا الجزائر بالقيمه ديالها الكرويه كيفاش خرجت من هاد البطوله هذه، وكيفاش خلت الامارات تتعادل معاها بهذا الفريق هذا. اذا رسميا نهار الاثنين غادي تكون المنتخب المغربي ضد الفريق الاماراتي. يعني من افريقيا بقى فريق واحد اللي دائما جايب العز، منتخب الواحد اللي دائما فين ما مشى هز العلام، منتخب واحد اللي الحمد لله فين ما مشى هز الرايه ديالو، هز الرايه ديال هاد افريقيا هادي. في الاخر كيخرجوا لك كيقولوا لك حقا المنتخب ما منتخب ما منتخب. عطيني شي منتخب في هاد البطوله من العرب افريقيا بقى في هاد البطوله من غير المنتخب المغربي اللي غادي يكون وغادي يخوض الغمار ديال نصف النهائي مع الفريق الاماراتي نهار الاثنين. كنظن بان المنتخب الوطني ارتاح بما فيه الكفايه. فضل الامارات لعبات اليوم 120 دقيقه مع فريق ديال المنتخب الجزائري. كنتمنى من الكاتبه طارق سكيتي وتعرف كيفاش تمشي بهذه الخطه ديالها، والفينال في الملتقى ديالو ان شاء الله. علاش لا نتلاقاو مع جمال السلامي.